وفاسيلي بيرجع وبيشوفه دانيلوف واللي بيفرح جدا بعودته، وساشا بيروح لفاسيلي بيقول له على المكان اللي هيستناه فيه الجنرال. وفعلا الجنرال بيتأكد ان ساشا هو الجاسوس، وبيوصل للمكان اللي بيخرج منه ساشا وبياخده معاه، وقال له ان انا وانت اعداء وانت هتخليني اعمل حاجه انا ما كنتش عايز اعملها. وفعلا هيعدمه. وبتشوف تانية المنظر وبتتعصب جدا، كانت عايزه تخرج ولكن فاسيلي بيمنعها، وفاسيلي بيقنعها وبيقنع والد ساشا ان هما لازم يخرجوا من المكان. لكن اثناء القصف بتتصاب تانية إصابة شديدة جدا، وهنا والدة ساشا بتسيب له رسالة على أمل إنه لسه عايش. وبيرجع دانيلوف وعايز يساعد فاسيلي بأي طريقة بعد ما قال له إن تانية ماتت. لكن هنا دانيلوف بيقرر إنه يضحي بنفسه عشان يعمل حاجة كبيرة، وبيظهر للجنرال عشان يعرف مكانه، واللي فعلا بيقتله. والجنرال بيفتكر إن هو كده بيكون قتل فاسيلي، وبيخرج من المكان اللي مستخبي فيه عشان يوصل لجثة فاسيلي. لكن بنلاقي ان فاسيلي بيكون واقف ومستنيه ومحضر السلاح بتاعه، وفعلا بيقتله.